السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عارف ان انا يعني هي تعتبر بعد غيبة موضوع الملفات بتأخر، بس لازم يعني اجيب لكم الملفات اللي هي الخلاصة بمعنى اصح. الملف ده بتاع واحد اسمه عماد سعيد، راجل محترم، كلمني هو يكلمني قال لي يا باشا دي ملفات شهر 5 بتاعت السالك. طبعا لكل اللي واخد من الاجهزة دي بتاعت السات فندر او الجهاز اللي هو التاني الاسمر ابو جراب، ايا كان شغل بالنسبة للسات فندر اكيد لازم يكون محتاج تغيير ملف، احدث ملف في شهر 5، احدث ملف في شهر 5. احنا ما بننتظرش منكم غير كلمة شكر لأي صاحب الملف او لشغلنا حتى على الاقل، واي يعني اي حاجة احنا تحت امركم. لسه في شغل ملفات هتنزل ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ده ملف، ده كده الملف بتاعي. طيب هنعمل ايه الاول؟ ناخد منه نسخة. انا حاليا واخد نسخة من الملف اللي شغال حاليا يعني نسخة من الملف ده لان احنا كنا معدلينه وكنت شغال عليه. طيب انا جايين داخلين على الفلاشة بتاعتنا عشان ننزل بقى الملف الجديد بكل الجديد بتاع شهر 5. حتى انا كاتبه باسمه عماد سعيد، هو اللي مدوني على صح يعني. طيب نخش على الملف متحرك. اللهم صل، ده نايل، ده متحرك. طبعا احنا بنوزن متحرك زي ما انتم شايفين كده. في ثانية خد الملف، مفيش اي مشكلة خالص. تمام. نخرج نكتم بس الصوت ونخش نشوف الملف. طبعا في نقطة، ملف بكل التغييرات، الملف بكل التغييرات اللي على النايل سات وعلى الاموس وعلى اي تغيرات. طبعا احنا كده هنجرب ونشوف مع بعض. ثواني كده اما نجرب على اللاب كمان برضو مع بعض. احنا عاملين وصلة لل HDMI ديت، تمام، افضل بكتير. ونخش برضو نجرب على على دي، على البرنامج. ثواني. هو ده عايز يتحدث تقريبا، احنا مش عايزين نحدث ولا حاجة. في ثانية اشتغل اهو، تمام. وادي كده الملف بخط عريض برضو. الجميل ان هو طبعا انا مشغله على السات فندر زي ما انتم شايفين، تمام. وده طبعا المؤشر ده للسات فندر اللي انتوا عارفينه. خلاص تمام. وده كده الملف طبعا زي ما انتم شايفين بخط عريض اهو يا جماعه، ماشي. ونجرب ونشوف ايه الجديد في ايه اهو. كل القنوات زي ما انتم شايفين سالك. طبعا السالك ده ممتاز، يعني احنا لازم ننزل موضوع السالك ده عشان موضوع تكبير الاشاره لان شغلنا كله عليه اصلا زي ما انتم شايفين اهو. نكبر طبعا وصلة ال HDMI ده افضل من الايديو والفيديو ايزي كاب والشغل التعبان ده 1000 مرة. ده على اللاب على طول مباشر وبتشتغل تمام التمام اهو. خلاص تمام. ده كده حتى قناة العفس شغالة اهي. ونجرب بس اهم شيء القنوات اللي هي بتاعت اللي هي انبثاثات مصر لان هي فعلا كانت فاصلة. نجرب كده ونشوفها. انبثاثات مصر اهي شغالة، مفيش فيها اي مشكلة خالص اهي. كله بالتغييرات 10/10 و100/100. خلاص تمام كده يا جماعة، عشان برضو ايه وقت الفيديو اهو. طيب الجميل بقى ان احنا برضو نايل سات من حق وان هو في منه عربي. جميل، يعني في منه عربي وفي منه انجليزي. يعني انت ودماغك، عايز عربي موجود، عايز انجليزي موجود. وطبعا اموس زي ما انتم شايفين اهو. حتى الاموس ده الملف ده برضو ممتاز جدا اهو يعني حلو. لان طبعا بدم سبورت والكلام ده، طبعا الملف ده انا هحاول اني اظبط عليه كشغل يعني ممكن نخش كده ونجرب كده طبعا على الموتور دايزك. انا عندي موتور دايزك، ونخش نشوف كده هيعمل ايه اهو. كده تمام اهو قدام منكم رمى معايا. ثواني انا كده بظبط بس ايه الاشارة على الموتور الدايزك 93. ده احنا كنا عاملين فيديو امبارح بالنسبة لايه للموتور الدايزك. يعني بالنسبة للموتور الدايزك احنا كنا عاملين اشارة امبارح لشغلنا. نكنسل بقى كده اكزيت، نشوفه ده يشتغل ولا ظروفه يشتغل تمام التمام. ومتفل 14 دي قناة هلا على الامس.
لا الملف ممتاز. نجرب كده اصبر. طيب كنت عايز اعرف برضو فعلا هل شغال ولا لا الترددات، يعني انا بجرب الترددات معاكم اهو. طبعا مفيش عليه سيرفر فاكيد مش هيشتغل. مع العلم ان انا اصلا عامل السات فندر ده اللهم صل على النبي، حاطط له واي فاي داخلي. هي فصلت ولا ايه؟ شكلها فصلت. احنا كده فصلنا بس الجهاز ونفتح تاني نشوف موضوع الواي فاي داخلي اللي انا كنت عامله انتن فصلت ولا لا. لو فصلت كده كده ممكن ابقى اشغله تاني عادي، بس المفروض ان احنا هو كان شغال. نجرب كده. اللي انا بعمله ده ملوش علاقة بالملف، بس احنا برضه بنجرب كل حاجة مع بعض. المفروض الكورس جاهز، قالك ده بالنسبة لليو اس بي. طيب نخرج بس من اليو اس بي كده. ناخد بس لقطة صورة كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام. وطبعا الملف يكون اول تعليق مثبت تحت الفيديو.